بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملنا الشوربة المغربي يا جماعة النهاردة بطريقة حلوة وشوربة جديدة. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. يلا يا حبايبي. وعملنا جنبها رز ابيض جميل قوي قوي قوي، وزوقناه بالخضار زي الخضار اللي محطوط على الشرب. وبألف هنا يا حبايبي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. دي شوربة مغربي اصلها ليبي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الشوربه الليبيه دي ازاي. وبألف هنا حبايب، واللي يجوا الفيديو يحطوا لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد. يلا بينا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا هنا قطعت بصل يا جماعه وقرن فلفل اخضر حامي، والحامي ده اختياري. هنعمل بقى النهارده يا حبايبي شوربه مغربي، حاجه عظمه 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 عظمه، عشان احنا في الساحل الشمالي ودي حاجة مشهورة عندنا جدا. هنعمل الشوربة يا جماعة جميلة جدا، شوربة اسمها شوربة مغربي حلوة قوي قوي قوي. كده قطعت البصلة وعليها قرن فلفل حامي. الطريقة الحلوة دي عايزينهم بس يتبالوا كده. وكل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على شهر رمضان. كل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. الطريقة الحلوة دي نخلي البصلة تدبل. وعندي هنا حتة لحمة مقطعاها أجزاء صغيرة كده، دي لحمة ضاني. أنا هنا سابقة لحمة برضو ضاني اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجنبها وهنعمل رز أبيض، بس أنا حبيت أوريكم طريقة الشوربة المغربي بتتعمل ازاي. الطريقة الحلوة دي أرمي الفلفل مع البصلة، الريحة طالعة جميلة جدا جدا جدا. أهو يا حبايبي كده هنحط فص توم اهو ونقلب. بعد كده هنحط اللحمة، نديها صدمة كده عشان ما تجيبش مية. طريقة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده اللحمة دي مقطعينها حتت صغيرة قوي عشان تستوي بسرعة، وأصلا اللحمة الضاني ما بتاخدش وقت. هنعمل جنبها رز. كده هنحط بقى حبة توابل، حبة ملح تمام، وشوية فلفل أسمر، وحاجة بسيطة كده من الكمون. بالطريقة الحلوة دي ونقلب. الله على الريحة يا جماعة، الله على الريحة، الله على ريحتها جميلة جدا جدا. نمشي خطوة بخطوة عشان نفهم احنا بنعمل ايه. هنا هنحط طماطماية كبيرة أو اتنين صغيرين متقطعين في مكعبات كده. الطريقة دي الخضرة تتسبك كده مع بعضها، وبعد كده هنزودها حبة مية تتسبك بس وتنشف كده، وبعد كده هنحط لها شوية مية. اهو يا حبايبي كده اتسبكت مع بعضها اهو، مع بعضها اهو، كله شرب من قلب بعض، والتوابل كله طالعة ريحة جميلة جدا جدا. كده بقى هنحط لها حاجة بسيطة من المية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها تستوي شوية. قبل ما نكمل احنا هنحط ايه، لسه مكونات معانا كتير. اهو يا حبايب قلب انا كده زودتها كمان شوية مية بالطريقة الحلوة دي. كده بقى هنحط لها بقى كده حبة ايه، لسان العصفور. كده حبة لسان العصفور ني كده مش متحمر، هنسلقه كده فيها زي المكرونة كده. في الشرب دي الشوربة المغربي يا جماعة،
طبعا ما بنحمرش لسان العصفور لان هو الشوربه غاليه وبيجي في الشوربه كده، وهنسيبه يستوي اهو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الشمس جايه على البوتاجاز، هنخليها الاضاءه مش واضحه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله كده خلاص لسان العصفور استوى اهو. هنبدا بقى نحط لها ايه، نحط لها حبه خضره، مفروض بقدونس بس انا ما عنديش الا كزبره، هي هتقضي الغرض برضو الخضره كده في الاخر بالطريقه الحلوه دي، وهتكون دي الشوربه المغربي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهي يا حبايبي حلوه قوي قوي كده. بقى هنطفي عليها كده، استوت واللحمه اللي جواها استوت ولسان العصفور استوى. نحط الخضره في الاخر تفضل خضره زي ما هي كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. الشوربه المغربي بتاعت مطروح الساحل الشمالي كلنا بنعملها هنا بالجمال والحلاوه دي. كده خلاص بقى استوت، هنبدا بقى نغرفها بالجمال والحلاوه دي. وطبعا عامله جنبها رز وعامله جنبها لحمه ضاني، وبألف هنا حبايبي. الشوربه المغربي دي متعملش الا باللحمه الضاني بالطريقه الحلوه دي. يلا بقى نطفي عليها ونغرف اكلنا اهو يا حبايب قلبي. انا غرفت الشوربه المغربي بتاعتنا اهوت. الله على الجمال والحلاوه، بسم الله ما شاء الله عليها. وعملت جنبها رز ابيض، ممكن رز بكركم، ممكن رز اي حاجه، اي رز تعمليه حلو قوي جنبها. شفتوا الشوربه المغربي بتاعتنا يا جماعه؟ دي الشوربه دي اصلها ليبي، واحنا عشان جنب ليبيا فمطروح كلها بتعملها. وبألف هنا حبايبي. الشوربه المغربي تحفه وعمايلها جميله جدا جدا جدا. يلا بقى جربي، انت اكيد ما عملتهاش قبل كده لان هي الشوربه المغربي معروفه ان هي بتاعت البدو بس. وبألف هنا حبايبي. وعملت جنبها الرز الابيض، وبألف هنا حبايبي. جنبها مخلل بقى، جنبها خضار، جنبها سلطه، زي ما انت عايزه تعمل. وبألف هنا حبايبي. الشوربه جميله 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 تحفه، جربيها بالطريقه اللي انا عملت بيها ديت، حلوه قوي قوي. ممكن هي بتتعمل بلحمه الضاني، ممكن تكون لحمه مثلا ايه اللي هي اللحمه الصغيره، اللي هي الكندوس الصغير، تعملي بيها، او العجالي اللي انت عايزاه. ممكن تقطعي حته مكعبات كده وتعملي بيها، بس تسويها كويس قبل ما تحطي لسان العصفور والحاجات دي. وبألف هنا حبايبي. وان شاء الله اشوفكم في كل الجديد بمشيئة الرحمن. واللي يعجبه الفيديو يحط له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد من اختكم محمد. دي الشوربة المغربي الجميلة جدا، شوربة اصلها ليبي، الشوربة الليبية دي. وبألف هنا حبايب. هشوفكم ان شاء الله في كل الجديد بمشيئة الرحمن. مع ألف سلام، مع السلامة حبايب.